السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم مرة جديدة على قناة علامات الحياة مع سما ومكتبة علامات الحياة المسموعة وكتابنا الجديد أنتِ الحياة. نهى زهرة، حلول عملية للتحديات اليومية. الحلقة اللي فاتت أخدنا فيها، كانت حلقة طويلة شوية ودسمة، أخدنا فيها تمرينين يا رب نكون نفذناهم، وعشان نكمل بقى إن شاء الله الكتاب على خير كده ونكون مستفيدين منه. وإن شاء الله أنا توصلت لقرار ان انا ان شاء الله هكمل معاكم السلسله بتاعت نوع زهره، نخلصها وبعدين هنرجع تاني لهبه سواح وكتابها الجديد اللي هو بعد سندريلا سيكريت، كتاب شهرزاد اون فاير. ان شاء الله هو كتاب جميل جدا، انا شددني عن نفسي بقراه دلوقتي. وان شاء الله بعد ما نخلص السلسله بتاعت نوع زهره زي ما اتفقنا هندخل على شهرزاد اون فاير. كتاب هيعجبكم كتير، ويا رب كمان كتب نوع زهره تكون جميله وبرده سهله وبسيطه وتنفعكم وتفيدكم باذن الله. ويلا بينا على طول ندخل على الجزء الجديد بتاع حلقتنا النهارده، ومحتاجين ناخد قلبنا فمين. انت عارفه ازاي تنضفي بقعه الصلصه اللي وقعت على الفستان الجديد لما كنتي بتاكلي مكرونه اول امبارح؟ وانا كمان عارفه. انت عارفه ازاي تنضفي جسمك بعد ما بقى عرق وتراب ويوم طويل عريض في الشارع؟ وانا كمان عارفه. طب تعرفي ازاي تنضفي شويه الحقد اللي ساعات بيجي جوه قلبك يضايقك لو حصل قدامك موقف معين من شخص معين؟ تعرفي ازاي تنضفي شويه الحسد اللي احيانا بيفرض نفسه على قلبك لما تشوفي حاجه بتفتقديها عند حد تاني؟ تنظيف القلب مهم علشان نعرف نشتغل بأفعال جديدة على نضيف، وكمان كل ما هتسيبيه كده كل ما هتهل عليكي لا قدر الله الأمراض النفسية والعضوية كمان مع الوقت. ازاي أخلص منه وأطهر قلبي من الهم ده؟ صلي على النبي كده وكل حاجة هتبقى فلة. أيوة، صلي على النبي الأول. الله سبحانه وتعالى هيصلي عليكي 10 صلوات في كل مرة، هيرفعك 10 درجات في كل مرة، هيكتب لك 10 حسنات عن كل مرة، هيتمسح عنك 10 سيئات مع كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هيدعيلك بالسلام اللي لو مركزة هتستشعريه بطمأنينة جوه قلبك. الملائكة كلها هتصلي عليكي بعد كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان مش هيلاقي له مكان يزرع أمراضه جوه قلبك، هيلاقيه مشغول. الصلاة من الله نقلة من سواد القلب إلى التطهير والنقاء. تواصل جميل بينك وبين ربنا وبينك وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إحساسك بقيمتك وإنك تقدري هيبقى في زيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفع بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه بها 10 سيئات. رواه النسائي والطبراني والبزار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي علي مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه 10. رواه الطبراني. أيوة، بلاش تدوري تحضري كورسات وتقري كتب وتروحي لدكاترة لو انت مش عاملة الخطوة دي بوعي كامل. أو أقولك على حاجة، اسعي واعملي كل اللي قلتلك عليه، بلاش ده، لكن خليكي عارفة ان الصلاة على النبي هتعين بشكل خرافي قبل الإقدام على أي خطوة حلوة في حياتك. تخيلي لو حطيتي على الفيسبوك بوست ادعولي ولقيتي كل الناس الحلوة قوي في حياتك ومش فيها كمان بيدعولك، يا ترى إحساسك هيبقى إيه؟ طيب، وبعد ما ذكرنا بعض بالفايدة اللي هتعود علينا لو صلينا على النبي، وبعد ما عرفنا هتعود علينا من مين، يا ترى إحساسنا هيبقى إيه؟ قلبنا هيبقى شكله إيه؟ لو حاسة إن كده قلبك هيبقى جاهز، إذا هيا بنا نلعب معا، نكمل لعب في الكتاب. نضفي قلبك الأول ونقيه وبعدين شوفي اللي هتعمليه. منى بسيوني بتقولك ببساطة: مش هتغيري الواقع بس ممكن تغيري اتجاهات تفكيرك وتخليها إيجابية، وبالتالي هتحبي الدنيا بابتلاءاتها وامتحاناتها. وما تنسيش تحطي نية قبلها علشان تكسبي حسنات في الآخرة مع راحة في الدنيا. بند في بطاقتك الجديدة. معاكي بطاقة؟ يفترض ان البطاقة هي إثبات للهوية، وهي اللي بتقولي انت مين، صح كده؟ طيب، هي البطاقة بتقولي انت بتاكلي ايه والأكل ده تأثيره عليكي إيجابي ولا سلبي؟ هي البطاقة بتقولي ايه الأفكار اللي دايرة في عقلك بشكل يومي حتى لو نايمة؟ طب البطاقة بتقولي من الناس اللي في حياتك أثرتي فيهم وتأثرتي بيهم؟ البطاقة هتعرفني ايه العادات اليومية اللي بتعمليها في حياتك سواء كان سلبية أو إيجابية؟ طيب البطاقة هتعرفني ايه المميزات اللي عندك وبتشتغلي عليها وبتظهريها علشان أقدر أستفيد من مميزاتك وأنا بتعامل معاكي؟ لو البطاقة ما بتجاوبش على الأسئلة اللي فوق دي، يبقى لما أقولك انت مين، انت مش الرقم القومي اللي في البطاقة، ولا المؤهل اللي أخدتيه، ولا حالتك الاجتماعية، ولا شغلانتك اللي بتشتغليها، ولا صورتك الخارجية اللي تبقى شبه صورة المسجلين خطر دي. علشان تجاوبي على سؤال انت مين، محتاجة تجاوبي على الأسئلة اللي فوق دي الأول وتحطيها أساس في حياتك اليومية علشان تقدري تفهمي الأول انت مين قبل ما تقدمي نفسك للناس. دي أول استراتيجية كنت ببدأ بيها الكورس بتاعي وبشرحها على نفسي بأمثلة، وبعدين بطلب من الحضور التطبيق زي ما أنا هعمل كده حالا دلوقتي. اتفضلي حضرتك علشان هعمل لك البطاقة الجديدة على طريقة نهى زهرة. بصوا يا جماعة، السؤال بتاع انت مين
ده سؤال صعب جدا جدا جدا، وما في حد اتسأله في يوم وما كانش دارس واخد كورسات وفاهم وعرف يجاوبه ابدا. دايما الناس بتجاوب وبتقول انا دكتوره، انا ام، انا ابنه، انا طالبه، انا بشتغل كذا، انا زوجه لفلان. دايما بيعرفوا او دايما بنعرف نفسنا لما بنسأل السؤال دوت بحاجه من ادوارنا في الحياه، ما بندركش ان دي ادوارنا، ده دور انت بتقومي فيه في الحياه. وانما انا مين، عشان تعرفي انا مين فعلا، انا ما شفتش ابسط من الاسئله اللي نهى زهره حطاها دلوقتي، علشان فعلا تبقي عارفه انت مين وبتعملي ايه، ولما حد يسالك تبقي اولا مدركه وواعيه بذاتك قبل لما تجاوبي. فيا ريت دلوقتي نوقف ونرجع نجيب ورقه وقلم او نوت بوك حلوه كده زيك، ونكتب الاجابه على الاسئله ديت ونقعد نفكر شويه فيها عشان نعرف احنا مين، ويلا بينا نكمل. نهى مجدي بتقولك السيطرة لا تعني القيادة، اتعلمي كل جديد وحاولي تطلعي الفراشة من شنقتها. طبعا انتي الفراشة. في 5 بنود مهمة في بطاقتك، وتحت كل بند منهم 5 نقاط، تمام؟ أول بند فيهم الأكل. ايه ال5 أكلات اللي في الأغلب بتاكليهم كل يوم؟ إجابتك على السؤال ده هتترجم العديد والعديد من الأشياء عن سعادة حضرتك سيادتك. خليني أجاوبلك أنا الأول عشان تشوفي بتاخدي وبتدي ازاي مع نفسك في إجابة السؤال. اول حاجه النسكافيه، انا بحب اشرب من 4 ل5 مجات نسكافيه يوميا. تاني حاجه الميه، انا اساسي اشرب من 1.5 لتر لترين ميه برضو يوميا. تالت حاجه الحلويات، لازم القط لي حته شوكولاته ولا حته كب كيك. رابع حاجه الخضار، ماليش فيه لكن لازم اكل ثمره خضار يوميا. خامس حاجه الفاكهه، ماليش فيها قوي برضو بس لازم القط لي ثمره فاكهه يوميا. ده الاساسي غير الاكل العادي والطبيعي بقى. طيب خلينا نفصص جزء جزء. النسكافيه اللي هو حبوب القهوه المحمصه، ليه فوائد بسيطه وليه عيوب ممكن تكون مؤذيه على المدى البعيد، وعلى اساسه اخدت قرار بتقليل الكميه من 4 5 ل 2 3 في اليوم الى ان اوقفه تماما. ايه ده، ممكن حد يوقف حاجه بيحبها قوي كده؟ ممكن. عملتها قبل كده مع السكر، بعد ما كنت باخد 3 معالق قللت ل2 لواحده لنص معلقه، وحاليا بشرب من غير سكر خالص. لو ممكن تسيبي الكتاب ده دلوقتي وتمسكي تليفونك وادخلي على جوجل اكتبي فوائد واضرار النسكافيه علشان تبقي عارفه المعلومه لنفسك، ويا ريت السكر كمان ما يجراش حاجه. الميه من الحاجات اللي ما كنتش بشربها نهائي، وحضرت ورش عمل مع متخصصين في مجال التغذيه علشان اوصل لنقطه اني اشرب ميه يوميا بالقدر الكافي اللي محتاجه جسمي، وعليه التزمت بيها لما اصبحت جزء من ال5 حاجات الاساسيه اللي تندرج تحت بند الاكل والشرب اللي ما بيعديش يوم من غيره. يا ريت تشوفي برضو فوائد الميه ايه لجسمنا والضرر البالغ اللي بيحصل لاهم اعضاء جسمنا لو ما بنشربش ميه. الحلويات من الحاجات اللي كنت باكلها بشكل زايد عن اللزوم، ولما عرفت اضرارها مع الوقت حطيتها تحت بند التقليل لحد ما بطلها نهائي، فانا حاليا في مرحله التقليل. الخضار والفاكهه ما كانوش موجودين في القائمه اليوميه الاساسيه، ولكن بعد ما بقيت اشوف كل عضو في جسمي بيحب يتغذى على ايه، راعيت ان كل يوم لازم يبقى فيه ثمره خضار وثمره فاكهه متنوعه حتى لو مش جعانه او ماليش نفس ليهم. الجزء ده الكاتبه ادتنا مثال هي تقدر ازاي تفكر في اول بند اللي هو بند الاكل. هي ادت مثال بنفسها وعملت ايه مع نفسها، ايه هم ال5 اكلات اللي في الاغلب بتاكلهم كل يوم. جاوبت لقيت ان هم النسكافيه والميه والحلويات والفاكهه والخضار، وبدات تشوف هي بتتصرف ازاي في كل حاجه من ال5 دولت، ايه اللي بنزودها فيه وايه اللي مقلله فيه والمفروض انها تعمل ايه، وبدات تعمل مع نفسها خطوات عمليه بتفكير منطقي بسيط مفصل. هي ادتنا مثال على نفسها عشان احنا نعمل ده مع نفسنا. تمام، يلا بقى بينا نكمل. بسنت رخا بتقولك مش مهم تكون حياتك فيها ناس كتير، المهم هو تأثيرك في الناس دي بالإيجاب. تشجيعك للآخرين وإنك تحسسيهم بأهميتهم بيفرق جدا وبيأثر فيهم بشكل كبير. علشان تعرفي انت مين محتاجه تعرفي انت بتاكلي ايه، وبتنفعي نفسك بالاكل ده ولا بتضريها وبتضري اللي حواليكي من غير ما تحسي، وكل ده اول حاجه في مشوارك لمعرفه انت مين الاول. البند التاني الناس اللي حواليكي. قولي لي حواليكي مين اقولك انت مين. تخيلي انك مع الوقت بتبقي شبه اكتر 5 اشخاص بتتعاملي معاهم. يا ترى الشخصيات اللي حواليكي فيهم شخصيه عندها طموح، شخصيه تثق فيها في جانب محدد، استشاره طبيه مثلا يعني، شخصيه تنصحك وقت اللزوم عن تجربه وخبره، شخصيه بتعتبريها قدوه في حاجه معينه نفسك تحققيها، شخصيه تساعد من غير سبب ومن قلبها، شخصيه بتتعلمي منها حاجات جديده، شخصيه ايجابيه وبتنشر سعاده، شخصيه عايزه تسيب اثر جميل في الدنيا. ملحوظه كل الشخصيات دي خارج نطاق البيت والاسره والعيله، يعني محدش يبص على الناس المقربين منه ويقول انا عندي فلان وفلان وفلان في الشخصيات دي موجوده. شرط انه يكون الشخصيات ديت بعيده عن نطاق البيت والاسره والعيله المقربه. يعني صحبة أو أصحاب ومعارف يوفروا لك الجوانب دي في بند بطاقتك، لأنه من أهم البنود اللي لازم تكون مستوفاة لو اخترتي التغيير الأفضل والسعي للأحسن.
كل ما تقربي منهم كل ما تبقي شبههم. ودي من اهم مميزات حضور المحاضرات ورش العمل او الكورسات، انك هتلاقي الخمس شخصيات اللي بينطبق عليهم الكلام اللي فوق ده، هتلاقي نفسك بقيتي جزء من مجتمع ايجابي، وساعتها بس هتقدري تكملي بند الخمس اشخاص بنجاح علشان تدخلي على البند اللي بعده. أميرة عبد الحميد بتقولك عددي نعم ربنا عليكي، هتشغلي عقلك في المفيد، هتساعدي قلبك يزيح السواد اللي عليه، وهتلاقي روحك بقت عاملة زي النجمة اللي في السماء. البند الثالث، 5 مواهب أو مميزات. كل حد فينا عنده حاجات بتميزه، مهمتك بقى يا أمورتي إنك تعرفي مميزاتك إيه، أنتي مختلفة عن اللي حواليكي في إيه، وبعدين تقرري تشتغلي على المواهب المميزات المتعددة دي إزاي. أنا مش عايزاهم كلهم، أنا عايزة 5 بس. ال5 مميزات دي هي اللي هتقربك من جوهرك ومن الحاجة اللي ربنا ميزك بيها، وبالتالي هتقربي من الحاجات اللي انت اتخلقتي علشانها، فهتعرفي انت مين. ازاي تعرفي انت موهوبة ومميزة في ايه؟ اقولك يا ستي، اكتبي لستة من 10 حاجات انت بتحبي تعمليها ومميزة جدا فيها، اي حاجة وكل حاجة. وهنا الكاتبة سايبه لنا مكان فيه 10 نقط علشان تكتبيهم بنفسك. لو مش معاكي كتاب برضو في النوت بوك بتاعتك تقدري تعملي التمرين ده. حاولي ال10 حاجات اللي انت كتبتيهم عن مميزاتك تشوفي هم متداخلين مع بعض في ايه، او يقدروا يخدموا على بعض ازاي. في من 3 ل5 حاجات انت مميزة وموهوبة جدا فيهم، لقيتيهم ممكن يخدموا على بعض، صح؟ فكري في احتياج معين للناس ممكن تسد لهم الاحتياج ده من خلال الحاجة اللي انت بتحبيها ومميزة جدا فيها، وجاوبي على السؤال ده، الناس محتاجالك في ايه؟ وسايبه لنا مكان عشان نجاوب على السؤال. سعيك لسد الاحتياج ده اللي هيحدد لك هويتك وهيستوفي البند الثالث في البطاقة. ممكن تبتدي بقى، مفيش احسن من مكان البداية علشان تاخدي اول خطوة، هي فرصة واحدة بنعيش فيها الحياة، بلاش نفقد معناها فنفقد الاحساس بالحياة. اللطيف في الموضوع انك مش هيبقى عندك خط للنهاية لو ابتديتي من خلال موهبتك او شغفك. انت حاليا عايشة عادي وخلاص، لكن بتحقيقك للبند ده تحديدا هتعملي فرق واختلاف عظيم في الدنيا، هيفضل اثره باقي مدى الحياة. شايفة الحلم اللي افتكرتيه وانت بتقري الكلام ده؟ هو ده اللي هتحققيه، وشوفيه بعد فترة قريبة وهيكمل، بس انت كملي الاول المطلوب منك في البطاقة. وهنا عطيالنا صورة للبطاقة بالبنود اللي هي طلبت مننا ان احنا نكملها. رشا عبد اللطيف بتقولك معظم مشاكلك سببها العشم والتوقعات اللي في دماغك، حاولي تقللي توقعاتك، ما تتعشميش بزيادة ومارسي تغافل على قد ما تقدري. البند الرابع، الافكار. اللي داير في دماغك هو اللي هيبني حياتك. ال5 افكار، الافكار اللي دايرة في عقلك بتتحول لكلام، ودي اكتر حاجة بتستخدميها يوميا، الكلام. بنحب ونتواصل ونتصاحب بالكلام الناتج عن افكار ايجابيه، بنكره ونتخاصم ونقطع العلاقات بالكلام الناتج عن افكار سلبيه. افكارك لو فيها تجديد نيه وسعي ومرضيه بتحلي كلامك وسلامك وتصرفاتك. افكارك لو فيها هم وغم ومرضيه بتسمم طاقه جسمك ومشاعرك وسلوكياتك. كل ما زاد ادراكنا لاهميه الافكار اللي دايره في عقلنا كل ما زادت كفاءه البناء اللي بنبنيه في حياتنا. اغلب مشاكلنا ومعاناتنا بتكون من فكره دايره ومسيطره خلتني اتكلم واتصرف على اساسها من غير ادراك، وبعدين نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. اهم 5 افكار دايرين في عقلك هم اللي مسؤولين بشكل كبير عن قرارات كتيره في حياتك. مثال ال5 افكار اللي دايرين في عقلي: انجاز المطلوب النهارده، تجديد النيه لله، ازاي احسن من ادائي في حاجه معينه النهارده، الصلاه مثلا، اولادي، قلق في العموم، هناكل ايه. حاولي يبقى فيه على الاقل 3 افكار بتساعدك على الانجاز والتفكير بايجابيه، وخلي 2 ملهمش لازمه عادي وهيظبطوا مع الوقت لوحدهم، بس انت ابداي بال3 دول وراقبي دايما افكارك اليوميه. وفي الرسمه ديت سايبه لنا مكان علشان نشوف ايه هما ال5 افكار اللي مسيطرين على تفكيرنا او على عقلنا يوميا. شيماء كشك بتقولك الابتلاء واحد، رد فعلك هو اللي بيعمل فرق، الرضا بيبقى في المحاوله وعدم الاستسلام والامل في الله. البند الخامس، العادات. البند ده هو الاساس لتحديد شخصيتي وهويتي في البطاقه، سلبيه او ايجابيه. لاني ببساطه لو اهم 5 عادات يوميه عندي سلبيه، ده بيبقى السبب الرئيسي اني شخصيه مش محبوبه مثلا، او ماليش اصحاب، او ما عنديش راي، ومش عارفه اوصل لحاجه. ولو انا محدده 5 عادات ايجابيه يوميه بمارسهم بشكل او باخر، هو ده اللي بيخليني بتطور وبتغير وببقى شخصيه بتفهم في نظر اللي حواليا. خليني اخد لك نفسي مثال لل5 عادات الاساسيه اليوميه في بطاقتي الشخصيه علشان اقرب لك الصوره واوضحها لك اكتر. بتعلم كل يوم حاجه صغيره جديده من اللي حواليا عموما، او من اي حاجه بتستهلك الوقت زي الفيسبوك مثلا، بحاول اخليه مصدر للتعلم على خفيف. القراءه، بقرا كتير جدا بشكل شبه يومي، لان مفيش حد ناجح ومتطور في حياته الا وعنده عاده القراءه اليوميه في مختلف المجالات. بضحك وممكن اتريق كمان على اي درجات بتنقص في امتحانات او حاجه بتبوظ او بتضيع او اكل بيتحرق، وبحمد ربنا واقول خير كله خير بنفس راضيه. بغذي روحي يوميا زي ما بغذي جسمي، كام دقيقه تامل او بصلي،
حتى لو أحد الصلوات مش كلهم، بتركيز وخشوع لحد ما أحس إن في حاجة لمست روحي. بسأل نفسي كل يوم على حاجة من اللي بعملها ليه بعمل كده، وإيه السبب ورا تربية أولادي مثلا، أو إني بعمل لهم الأكل بنفسي مش بشتريه، وهكذا. أفضل أسأل نفسي وأوصل بالإجابة لأبعد نقطة علشان أفهم الغرض إيه من كل حاجة بعملها، مش بشتغل وخلاص. ده كان البند الخامس والأخير من بنود البطاقة اللي فيها بنتواصل مع نفسنا، وبنطلع لنا بطاقة هوية شخصية مبنية على بنود واقعية بتفهمني نفسي الأول علشان أقدر بعد كده أقول للناس أنا مين. هابت. هيا بينا نستكمل بنود البطاقة، علشان ما ينفعش لحد النهاردة يبقى ما عندكيش بطاقة شخصية. لو كان مين وقفك ولا حاجة هتبقى مشكلة. وهنا سايبالنا في المكان دوت أو في الصفحة ديت مكان للبنود اللي هنملى بيها البطاقة الشخصية الخاصة بكل حد فينا، اللي فيها أكل يومي وسايبه فيها 5 نقط، ميزه او موهبه بمارسها يوميا وسايبه برضو فيها 5 نقط، شخصيات ومعارف وقالت لنا هنحدد 5 اشخاص، افكار يوميه في مكان ل5 افكار، عادات يوميه في مكان ل5 عادات بمارسها يوميا عشان اشوف منها ايه الايجابي وايه السلبي، والشخصيات اشوف منهم مين هي الشخصيات اللي بتدعمني او بتساعدني على ان انا اتطور، والافكار ايه منها برضو الايجابي وايه السلبي، ايه الهدام وايه اللي ممكن يبني حاجه في حياتي، والاكل ايه المفيد وايه اللي مش مفيد، علشان لو في حاجة مفيدة وناقصاني أأكد عليها أو أحطها كهدف في حياتي في يومياتي، إن أنا أدخلها في يومي الأكلات المفيدة، والأكلات اللي مش مفيدة اللي أنا هقفشها في يومي أعرف إزاي أسيطر عليها وأقلل منها واحدة واحدة لحد ما تبقى خلاص من الممنوعات. والميزات والمواهب اللي هي هتكتشف فيها شغفك وتعرفي انت بتعمليها لمين وليه وبتستفادي منها ايه. ده كده برضو تمرين في حلقة النهاردة نقدر نمارسه علشان نطلع لنفسنا بطاقة الهوية ونعرف نفسنا قبل لما جاوب على اي حد بيسألنا انتي او انت مين. منى فتحي بتقولك حاولي تستفيدي من الخطوات البسيطة في التطبيق، انا عملت كده في حفظ القرآن كله مع ان عندي نقط سنة، لكن بعيش شبابي بتطبيق تقنيات تفيد عقلي. اللي بتحصديه هو نتيجة زرعك. قبل ما ندخل في الموضوع اصلا بنبقى محتاجين نفهم حاجة مهمة جدا وسهلة جدا في نفس ذات الوقت. بقول مهمة لانها ممكن تكون متصلة بكل جوانب حياتنا، وسهلة لانك هتقدري تنفذيها بمنتهى السهولة لو الوعي عندك اختلف من خلال قراءتك للكتاب الحلو ده. أتمنى لك الانشكاح في كل أمور حياتك سيدتي الجميلة. المبدأ اللي هنتعلمه لو أتقنتيه هيفرق كتير في عملية التغيير الشاملة الكاملة اللي هتحصل للأفضل إن شاء الله. هنتكلم ببساطة عن قانون موجود ومعروف في الكون كله، وهو قانون الزرع والحصاد، لكن المرة دي هيبقى فيه تعديل بسيط، وهو ده بالظبط مبدأنا اللي بنتكلم فيه. لو حبينا نزرع بنعمل إيه؟ وليكن عايزين نزرع مانجا، تربة خصبة أو أرض ينفع يتزرع فيها، بنختار نوع البذور اللي عايزين نزرعها وبنسقيها ونراعيها لحد ما يجي وقت الحصاد في الموسم بتاعها، فتطرح لنا نوع المانجا اللي احنا زرعناه من البداية. شفتي بقى العملية السهلة قوي دي؟ هنعمل نفس ذات نفس لكن مع تغييرات بسيطة جدا. التربة الخصبة دي هي عقلنا، نوع البذور هي أفكارنا اللي بنختارها وبنسقيها ونراعيها، أفعالنا اللي بتخدم على الفكرة اللي زرعناها من البداية، فبتكبر وتترعرع وتطلع للنور، لأن القانون كده، اللي زرعتيه وكبرتيه لازم في الآخر هتحصديه. سؤال لحضرتك، ليه دايما خير تعملي مفيش حصاد بتلقيه؟ فكري دقيقتين 3 كده قبل ما اقولك على الاجابه. اغلب الناس مش بتلقى الخير المتوقع في الاخر بسبب التركيز على الجزء الناقص او الحاجه اللي خايفه انها تحصل، ومع التركيز بيحصل توسع وانتشار للفكره اللي مركزه عليها حاليا مش اللي زرعتيها في الاول. وطالما تركيزي على حاجه قلقانه انها تحصل فالاغلب هتكون حاجه سلبيه، وطبعا عمري ما هيبقى تركيزي على حاجه سلبيه وهلاقي في الاخر حصاد ايجابي. صعب انك تزرعي مانجا عويس تلاقيها في وقت الحصاد بطيخ، وقياسا على مبدأنا صعب انك تركزي على الخوف والقلق والفشل وتلاقي في وقت الحصاد نجاح وفلاح وتفاح. مثال، لو الفكرة الأساسية انك عايزة تشتغلي وتحققي نفسك في مجال معين وتكبري فيه، بذرة خير. أول ما بتبتدي تنزلي شغلك تبدأي تزحمي الفكرة الأولانية بشوية خوف من المسؤولية، على تجديرة الصحيان بدري مع حبة اعتراض وتريقة على كل تفاصيل الشغل، على شوية تخوفات من التعرض للانتقاد من رئيسك المباشر، مع حبة كلام مع زمايلك على إنها شركة زبالة وإدارة ما بتفهمش، وما إلى ذلك من الكلام اليومي السلبي اللي بيبقى رايح جاي بشكل أو بآخر. أما عن فقرة المواصلات فحدث ولا حرج، الفكرة كانت أحقق نفسي في شغلي خير وناوية أعمله أهو. تفتكروا مراعية الفكرة والاعتناء بيها بالطريقة اللي حكينا عنها زادت ولا نقصت هتودي الحصاد من أي نوع؟ من نوع شر التلقى ولا هتلاقي خير بعد كل الخزعبليات دي؟ مثال تاني، لو الفكرة الأساسية إنك عايزة تتجوزي الراجل العسل اللي بتحبيه وتخلفي منه صبيان وبنات علشان تعيشوا بقى في تبات ونبات، معروفة يعني بذرة خير أهي. أول ما بتتجوزي بتبدأي تزحمي الفكرة الأولانية بشوية خوف من المسؤولية، على قلق لا يبص بره، طب بص جوه الأول يا مرسي. فنبدأ في التريقة والكلام مع اللي فيه واللي ملوش فيه عن تخوفاتك اللي عايشاها ومعيشها له، فبدأ يتخنق ويتخانق، فبدأتي تقصقصي ريشه علشان ما يطيرش منك، وما إلى ذلك من التفاصيل اللي عايزة لها كتاب لوحدها.
الفكرة كانت حب واستقرار خير وناوية أعمله أهو. تفتكري اعتنائك بالفكرة نعنشها وجهزها لوقت الحصاد، وليكن حياة مستقرة سعيدة مثلا، ولا جهزها لبلاوي وكوارث وهم أزلي وفي الآخر نقول خير تعمل زفت تلقى؟ تركيزك على الجزء الناقص أو الحاجة اللي خايفة وقلقانة منها أصبح هو زرعتك دلوقتي اللي بتسقيها وتراعيها بأفعالك اليومية البسيطة من العصبية والتخبط وقلة الحيلة. أو النبي صحيح عندك حق. طب الحل إيه يا ست الناس علشان نظبط الأساس؟ هم 5 كلمات تحطيهم حلقة في ودنك علشان مش عايزين نحتاس. اللي بتحصديه نتيجة زرعك، وما تقوليش أصل الناس. إدراكك إن عقلك هو جنينتك هيخليكي تركزي في البذور اللي بتزرعيها فيه، ومن اللحظة دي احنا كده بدأنا نحل خلاص. اكتبي أحلامك قدامك بالتفاصيل، اكتبيها زي ما انت بتتمنيها بالظبط. ما تشيليش هم وتقولي هحقق ده ازاي وانا فين والكلام اللي انا بكتبه ده فين. والله هتحصدي خير على خير، بس انت ابتديها مظبوط من اول البذرة. مهما كان عندك تحديات ومهما ظروفك كانت معنداكي ومش مساعداكي، احنا هنلتزم بس بقانون الزرع والحصاد. اكتبي كل اللي نفسك تحققيه، تخيلي وشوفي نفسك ناجحة فيه. اعتني بالفكرة اللي جوه عقلك زرعتيه، بترديدك دايما جمل تفكرك بيه. أنا قادرة على زرع الخير وحصد الخير، أنا قادرة على تحويل الفكرة لواقع جميل، أنا شخصية منتجة وخيرة وطموحة. وغير كده من التوكيدات الإيجابية اللي بتخدم الفكرة اللي زرعتيها وبتتحول لسلوكيات وتعاملات يومية وحصاد يفرح بعد التعب. هتستشعري كل حاجة كتبتيها وهي بتتحقق خطوة خطوة، هتلاقي كل حاجة بتتغير حواليكي للأحسن، ناس وأفكار ومشاعر كلها هتظهر فجأة وتساعدك على حصاد فكرتك اللي زرعتيها. انتي بس ما عليكي إلا انتظار موسم الحصاد والاهتمام لحد ما نوصل للحظة دي. كل ما البذور اللي هي أفكارك تكبر وتبان، كل ما جنينتك اللي هي عقلك تزهر وتبقى أحلى، وكل ما الحشائش الضارة اللي هي القلق والتوتر والخوف تختفي وتزول شيئا فشيئا. كل يوم الصبح عينيكي على جنينتك الحلوة، اتأكدي إن زرعك أخد كفايته من المية وأشعة الشمس. استبعدي أي حاجة ضارة ممكن تأثر سلبا على زراعتك وتأثر على النتيجة في موسم الحصاد. راعيها بالسعادة والاستمرارية والتسامح، التغافل، الطيبة بحدود، الذكاء، الحب، التفهم، الامتنان، وتابعيها كل يوم وهي تحلى وتحلى. قبل ما نكمل في باقي الكتاب عايزاكي تبقي عارفة إن حياتنا عبارة عن سلسلة من الزرع والحصاد، اللي بتقدميه كل يوم بتلاقيه بيتقدم لك تاني بعد شوية. حاولي تبقي جناينية شاطرة عارفة ازاي تزرع مظبوط، وازرعي بقى في كل جوانب حياتك. القرار اولا واخيرا قرارك، واللي اقدر اضمنهولك انك هتجني دايما في الاخر اللي زرعتيه واعتنيتي بيه. اتعلمت من زوزو عبد الله لما كذا حد في مجتمعنا قال لي ان ابتسامتي حلوه مع انها حاجه ما كنتش عارفاها في نفسي، وشي بقى على طول مبتسم لحد ما بقت علامه فيا، عشان ركزت اني اظهر الحلو اللي عندي دايما للناس. ونكتفي بهذا القدر من الكتاب. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان الكتاب مش متقسم فصول، فاحنا هنقسمه حسب الموضوعات وبرده طبعا المده، علشان مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ومش عايزه يبقى فيه تمارين كتيره قوي فالموضوع تحسوه تقيل. عايزه يبقى تمرينات بسيطه والتطبيق بتاعها يبقى سهل وسريع واول باول كده علشان الافكار ما تقعش مننا. هسيبكم النهارده مع التمارين اللي اخدناها، وتعملي لنفسك البطاقه الشخصيه، ويا ريت لو حد عمل حاجه ويحب يشاركني بيها في الكومنتات اكون مبسوطه جدا. بستنى تعليقاتكم كومنتاتكم واسئلتكم وبرد عليها كلها، وكمان بستنى منكم تفاعلكم مع القناة ودعمكم ليها باللايك والشير علشان توصل لكل حد ممكن يستفيد منها ولو استفادة بسيطة تنفعه في حياته ويكون لكم الأجر إن شاء الله. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ونكمل الكتاب مع بعض بإذن الله المرة الجاية، وهيكون في جزء جديد وهنبتدي بكل يوم هدية. يا ترى هيكون فيها ايه كل يوم هدية؟ هل احنا اللي هنهدي نفسنا ولا هنخلي الناس هي اللي تهدينا؟ هيحصل ايه؟ ده كله هنعرفه الحلقة الجاية واكتر مع كتاب أنتِ الحياة، حلول عملية للتحديات اليومية مع كاتبة الرائعة نهى زهرة. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله، ومع السلامة.